هشام جمال وليلى أحمد زاهر قصة حب بدأت من مسلسل وانتهت بكتب الكتاب داخل قصر محمد علي. تصدر اسم هشام جمال ترندات محرك البحث جوجل في الساعات الماضية بعد الإعلان عن عقد قرانه بالفنانة ليلى أحمد زاهر وانتشار صور لعقد القران وفيديوهات على السوشيال ميديا. هشام جمال منتج وملحن ومغني ومؤلف وممثل ومخرج مصري، أنتج العديد من الأعمال التلفزيونية ومالك لشركة روزنامة ريكو رودز، وهي شركة إنتاج موسيقية مصرية. هو من مواليد 1 يونيو 1993، يعني عنده 32 سنة، وهو أصغر منتج في الوسط الفني على مستوى العالم العربي. بدأ مشواره الفني وهو عنده 16 سنة من خلال تأسيس شركة إنتاج موسيقي. كان أول عمل له كمنتج هو إنتاج فيديو كليب للممثل والمطرب أحمد مكي بأغنية فيسبوكي، واللي حققت نجاح كبير. ثم تعاقدت شركته مع أنغام على أغنيتين سينجل. الأغنية الأولى هي سند عليك وأجمل مكان. أنتجت شركته أول ألبومات الفنانة دنيا سمير غانم في أكتوبر 2013، وشمل الألبوم على 9 أغنيات. وأول عمل درامي لها مع المنتج هشام جمال هو مسلسل لهفة بطولة دنيا سمير غانم في 2015. وفي 2016 مسلسل نيلي وشرهان اللي بتقوم ببطولته دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم. في 2017 مسلسل في اللالا لاند مع دنيا سمير غانم. 2019 مسلسل بدل الحدوتة 3. أسس المنتج هشام جمال فريق غنائي بعنوان بوي باند، وهو أحد أعضاء، وأصدروا أولى أغنياتهم بعنوان عيشها بدماغك في يونيو 2014. وبعدها أصدرت عدد من الأغنيات من بينها فوق من اللي انت فيه، والمصالح والصحاب والوقت عدونا وصورة باهتة وزمن الرجالة حبيبتي وصاحبتي وبنتي نكتة باينة وحابب نفسي ومشاركة الديلر. عد هشام جمال أصغر المنتجين في الوسط الفني. عد الفرقة المصرية بوي باند من الفرق المصرية اللي حققت نجاح وشعبية في وقت قصير من الشباب والأطفال. قام هشام جمال بإخراج عدة برامج تلفزيونية من ضمنها 3 في 1 وميس أندرستاند اللي قدمته الفنانة شيماء سيف. كما خاض تجربة التمثيل كأول بطولة مطلقة له في مسلسل في بيتنا ريبوت اللي تم عرضه في 2021. شاركته البطولة ليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف. بعد هذا المسلسل طارد الثنائي شائعات، ظلوا فترة يأكدوا أن علاقتهما صداقة، أن أعلن في 2024 خطبتيهما. بدأت قصة حبهم في مسلسل في بيتنا ريبوت الجزء الأول والتاني، وانتهت بكتب الكتاب. هشام جمال صاحب الكابتن الخطيب منفذ كل حفلات الخاصة بنادي القرن النادي الأهلي، رشح حاليا رئاسة قناة نادي القرن قناة الأهلي. وتم عقد قران الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر في حضور الأهل والأصدقاء المقربين ومجموعة كبيرة من الفنانين في قصر محمد علي. ظهر الفنان أحمد زاهر هو يحتضن ابنته باكيا قصة سعادة الأهل والأقارب الفنانين. هي سنة الحياة. عقد قران مبارك بإذن الله الرفاق والبنين. تتم ليلة الزفاف بعد 17 يوم من كتب الكتاب.